تمت مشاركة مقطع إعلاني جديد للحلقة 38 من مسلسل طائر الرفراف، وتمكنا من رؤية التوتر بين كايا وفريد عن قرب. حسناً، لنبدأ معاً في فحص ما سيحدث في الحلقة 38 من المسلسل واللقطات التي كانت من خلف الكواليس. لكن قبل ذلك لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتي. بداية، رأينا مدى قبح شخصية كايا وكيف أن لديه القدرة على تجاوز الحدود، على الرغم من أن سيران حاولت فعل شيء جيد من خلال التحدث إلى كايا دون علم فريد، إلا أن ذلك جاء بمردود عكسي. علاوة على ذلك، عندما ننظر إلى الفستان الذي كانت ترتديه سيران عندما قال فريد لسيران لن تتحدثي مع هذا الصبي، نرى أنها كانت ترتدي نفس الفستان بجانب كايا. إذا تحدثت سيران إلى كايا بعد أن أعطى فريد مثل هذا التحذير لها، وهنا فإن المشكلة كبيرة حقا. ولكن هناك شيء واحد، وهو أن إدراك سيران لوجه كايا الحقيقي مبكرا هو في الواقع أمر جيد. لذلك على الرغم من أنها ستتجادل مع فريد لصالح كايا، فإن هذا أمر جيد بالنسبة لسيفار، حيث سيشاهد كلاهما وجه كايا الحقيقي، لأنه بهذه الطريقة سيتصرفون بحذر أكبر لمعرفة أي نوع من الأشخاص هو كايا. إذا ماذا ستفعل نوكيت؟ على الرغم من أنه لا يزال لدينا القليل جدا من المعلومات حول نوكيت، إلا أنني لا أعتقد أن نوكيت شخصية سيئة. بمعنى آخر، على الرغم من أنه سيتضايق الجميع في القصر بسبب الخطة التي وضعها هاليس آغا، إلا أنها لن تفعل ذلك طواعية، لكن فقط لتظل مخلصة لخطة هاليس آغا. لذلك على الرغم من أن نوكيت ستظل تشكل تهديدا كبيرا لأولئك الموجودين في يالي، يبدو أنه في مرحلة ما سنبدأ في إدراك أن نوكيت شخص جيد. ومع ذلك فإن المشكلة الحقيقية هنا ستكون كايا، لأنني أعتقد أن كايا سيحاول الانتقام من الجميع في القصر، حتى أنه سيتجادل مع والدته نوكيت، بسبب أنه حتى الآن نشأ فريد والأشخاص الآخرون في القصر في بيئة عائلية واستفادوا من كل خيرات هاليس آغا. ومع ذلك أعتقد أن كايا سينتقم ممن هم في القصر، لأنه ربما قد مر بأشياء أكثر صعوبة. على الرغم من أننا نعلم أن نوكيت هي ابنة هاليس آغا، إلا أن والدتها على الأرجح امرأة أخرى، ولهذا السبب لم تتمكن من الدخول إلى القصر لسنوات ولم تجتمع بهاليس آغا. ومع ذلك إن سألنا من هي والدة نوكيت فلا يزال هذا السؤال بدون إجابة، ولكننا علمنا أن هاليس آغا أقام علاقة لليلة واحدة في الماضي، وكانت لديه أيام إسراف. لذلك على الرغم من أنه غاضب من أورهان أو فريد اليوم بسبب هذه الأشياء، إلا أن ماضيه ليس مشرفا أيضا. ماذا سيفعل أورهان بعد مغادرة المنزل؟ توجد صور منمقة في اللقطات خلف الكواليس، حيث يبدو أن طائر الرفراف سيكون في المقدمة من حيث المؤامرات والدراما هذا الموسم. بعد أن يغادر أورهان المنزل يذهب إلى مكان ما على دراجته النارية. خلف الكواليس نرى أورهان يذهب بالفعل إلى ملهى ليلي ويتقرب من دجلة هناك. في الواقع خلف الكاميرا يمكننا رؤية أورهان ودجلة مجتمعان بسيران على عجل وسلطان خلفهما، وهذا يعني أنه في الحلقات الجديدة سنرى أورهان يقترب من دجلة، وستقوم سلطان بمؤامرات مختلفة كثيرا في هذا القصر. بعد أن شهدت هذه اللحظات بالطبع لا تستطيع سلطان أن تخبر إفيكات أن أورهان مع دجلة، لأنها تخاف منها، لأنها إذا علمت بمثل هذا الأمر فلن تقبل سلطان أو دجلة في القصر. ولهذا السبب كما قلت تبدو قضية سلطان من أهم القضايا في هذا الموسم. سبق أن قلنا أن يوسف لم يظهر إطلاقا في الحلقة الأخيرة، لكن على الرغم من أننا لا نعرف ما حدث ليوسف فمن المحتمل أن يتم حذفه من المسلسل، لأنه على الرغم من أن دجلة ويوسف يبدوان على علاقة، إلا أننا نرى أن دجلة تذهب إلى طريق مختلف في الموسم الثاني، وربما يبدأ يوسف في التعامل مع أورهان هذه المرة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وكتابة آرائكم في التعليقات.